هذه اللحظة يا عمرو ما زالت بتستخدم لفظ العسكر، ولماذا حتى الآن في مظاهراتكم بتستخدموا هذا الشعار يسقط حكم العسكر؟ وعايزة إجابة بقى واضحة. الإجابة الواضحة. طب قبل ما تجاوب معايا العميد أسامة من المنوفية، اتفضل. أيوه اتفضل. بصراحة ويا ريت ما تقطعيش معايا الله يكرمك. اتفضل. بتاع 6 ابريل اللي قاعد ده بيتكلم باسم مين؟ مفيش حاجة اسمها بتاع حضرتك. يعني لا بقى حضرتك بس عبر، معلش حضرتك اتكلم بس من غير من غير اي اهانه لو سمحت، من غير اي اهانه. اتفضل. لو سمحت انا مش سامع الصوت كويس، مش سامع الصوت كويس. لان كل الشعب انا بكلمك بالريف. اتفضل. انا بكلمك بالريف. حضرتك قول زي ما انت عارف بس من غير اهانه. تعليمه ايه؟ البلد ده شغال ايه؟ البلد بتتورط. معلش انا مش سامع صوت حضرتك كويس. مش سامع صوت. اما انتوا بتتكلموا عن الشعب بتاع ايه اهو؟ تمام. ايه اللي عملوه في البلد بتاعت الناس؟ ايه ده؟ هما مش حاسين الناس هتنفجر. معاك عاوزه تبخلعهم. والله حضرتك الكلام ده توجهه للحكومه اللي انا والزميل محمد متفقين ان هي حكومه فاشله مش قادره ان هي تحقق مطالب الشعب. انا مش في الحكومه يا فندم، انا مش في الحكومه. حضرتك بتقول للناس طيب لو مش سمحت حاسه. احنا لا سامعينك ولا سامعينه. طيب انا بشكر حضرتك. معانا كمال من الغربيه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ كمال لو سمحت يا ريت توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون. اتفضل. حاضر يا فندم. بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. وعلى ضيفك المحترم بتاع تمرد ومع تحفظي مع الضيف المحترم بتاع 6 ابريل. اتفضل. يا استاذ يا بتاع 6 ابريل، انت حضرتك تعرف يعني مسلحين؟ انا من المنوفيه حضرتك. يا استاذ انت قاعد في مصر من مركز ولا اشموم انت عارف منوفية. مركز ايه بس طول بالك عليه الله يسترك. ما انا بقول لك اهو، انا من مركز اشموم منوفيه حضرتك ومن الفلاحين ولا زلت والله يا راجل لو تعرف حاجه عن الفلاحين ما تقول انا ليا في القرى والمراكز. يا استاذ كمال انا لا زلت مقيم في المنوفيه. اتفضل يا استاذ كمال. انا مش مقيم في القاهره. والله يبقى انت مش يبقى انت حرام ينقال عليك فلاح. اتفضل يا استاذ يا فاضل، يا استاذ يا فاضل، والله الناس بره في الشارع ما علاج يا لقمه، اتجوا لها شويه في الشعب. طيب حضرتك اللقمه ديت المفروض مين اللي يجيبها؟ معلش الحكومه اللي بتدير البلد ولا انا اللي بحاول ادافع عن يا استاذ عمرو سجل كل ملاحظاتك وبعدين يبقى رد. معايا مين تاني؟ عز الدين من القاهره، اتفضل. لو سمحتي استاذه انا بمسي عليكي وعلى ضيوفك اللي معاكي. اهلا بحضرتك. لو سمحتي بس انا عايز اسال الاستاذ بتاع تمرد ده مؤهله ايه وبيشتغل ايه وخدم الخدمه العسكريه ولا لا؟ حضرتك تقصد تمرد ولا 6 ابريل؟ لا 6 ابريل. 6 ابريل. وانا كمان ممكن اجاوب على السؤال. طيب حضرتك بتساله، عايز تساله اذا كان ادى الخدمه العسكريه ولا لا؟ عشان يعرف ايه هي قيمه العسكري المصري. جاوب بيسالك اديت الخدمه العسكريه. عايز تجاوب؟ احنا نعرف انا معفى من الخدمه العسكريه. ولكن استاذ محمد معلش، استاذ محمد من القليوبيه اتفضل. هو كل اللي ما دخلش الجيش ما يعرفش قيمه الجيش؟ لا احنا نعرف قيمه الجيش كويس. استاذ محمد اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايز اسال الاستاذ بتاع حضرتك 6 ابريل ده، انت بتدي حق نفسك ازاي او ايه اللي انت تعرفه اساسا عن الجيش؟ نعم سامع حضرتك كويس. ايه اللي تعرفه عن الجيش؟ ماشي. السؤال تاني معلش. اتفضل. ايه اللي تعرفه عن الجيش؟ لانك لو تعرف حاجه عن الجيش ان دي اضبط ناس فيها واكتر ناس محترمه هي القوات المسلحه. طبعا عشان تدي الحق ان انا اجيب واحد مدني. طبعا والخدمه في المؤسسه العسكريه شرف لكل مصري. لو سمحت يا عمرو مش هنسمعك ولا هنسمعه. تمام. صدقني بص حضرتك اقول لك على حاجه، انت لو خدمت الجيش ماشي هتحترم بيادة العسكري نفسه. يا فندم المؤسسة العسكرية ليها كامل احترامها يا فندم. ماشي كامل احترامها. انا راجل مدني وبقول لك انا خدمت الجيش واعرف قيمته. لا وانا ما خدمتش في الجيش واعرف قيمته. شكرا لحضرتك. معانا لا انا بس عايز ااكد على حاجة يا جماعة. الناس بتقول رأيها. المؤسسة العسكرية والجيش المصري له كامل الاحترام من اي مواطن مصري. حد من بلدياتك من المنوفية. اتفضل يا استاذ ياسر. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير اتفضل. بمسي على حضرتك وعلى الاستاذ بتاع حركه تمرد، وانا بتكلم باسم شعب المنوفيه او ممثل عن شعب المنوفيه. بقول للاستاذ بتاع 6 ابليس انت حرام تكون من شعب المنوفيه المناضل، لان شعب المنوفيه هو اعظم شعب موجود في مصر، هو الوحيد اللي اكثر شعب حارب الاخوان،
واكتر شعب الاخوان ما قدرش يطلع صوته في البلد. بشكر حضرتك. انا بس هاخد حضرتك تليفونات بلاش سريعه. انت تتكلم باسم المنوفيه لانك ما شكرا تنساش. لحضرتك. يا استاذ سمير، انا بس يا عمرو أستاذ لان انت سمير. طلبت تسمع يا راي أستاذ الناس، سمير. وانا اقسم لك بالله بان التليفونات دي مش مترتبه، اقسم بالله التليفونات دي كلها اتحطت النمر على الهواء وناس بتتصل، فده راي الناس. وانا اقسم كمال لك من وانا بنها، اقسم اتفضل. لك بالله انه احنا معلش موجودين نسمع في بس، الشارع نسمع. ومتلاحمين مع الشارع، ولحد هو الان الشارع اهو عددنا يا عمرو، اسمع لحد الان الشارع عددنا بينمو. يا عمرو اسمع لسه الشارع. في كمال اتصالات من بنها، تانية؟ اتفضل. الو اتفضل. الو ايوه السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. الو ايوه اتفضل. تعرف انك حضرتك انت اللي عملتيه بطل، ازاي يا فندم؟ وانت اللي جبتيه على التلفزيون وعملتيه بطل، وبتاع 6 ابريل اللي انت جبتيه اول امبارح دنتني ساعه على التليفون يا فندم بدي اكلمه. يا اخي انت بتتكلم عن الشعب المصري ازاي؟ يا اخي انت مالك؟ طب انزل، انت عاوز تعمل حمله، انزل اعمل حمله وخلينا نشوف اي واحد ينطق كلمه 6 زفت. اي واحد ينزل 6 زفت دي بس يقول او يكتب بادج على البتاع دي، لا انت لايق عليك. لا انا يا نهار، انت طالع على التلفزيون ازاي يا جدع؟ ومطلعك على القناه ازاي؟ معلش انت عارف تتكلم ولا انت عندك من غير ثقافه؟ بشكر حضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. هاخد بس تليفون او اتنين كمان. لسه في مهندس مداخلات؟ بنحاول نشوف يمكن يبقى في حد بيدافع عن 6 ابريل. مين لا، معانا؟ اللي بيدافع عن 6 ابريل في اتفضل الشارع يا كتير، فندم. ما تقلقيش. مهندس فرج من المحله، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير، اتفضل. اولا انا شاكر لحضراتكم البرنامج العظيم ده، وعايز ارد على الاخ بتاع 6 ابريل. احنا قاعدين امام الشاشه اكتر من 10، كويس كلنا مخلوقين منه يا فندم. يعني ليه يا فندم؟ ليه نسمع؟ طيب ليه حضرتك كلنا مخلوقين من 6 ابريل. ليه يا استاذ فرج؟ يا فندم انا ما كنتش اتمنى ابقى ضيف تقيل عليك. قاعد قدامك ده ولا طايقين 6 ابريل، وان كان في واحد في 6 ابريل شايف نفسه وعنده المقدره انه يقنع الشارع المصري ينزل. ما احنا بننزل يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم ما احنا بننزل، احنا موجودين كل يوم في الشارع. شكرا لحضرتك. محمد من المطريه، اتفضل. الو ايوه اتفضل. الو استاذ محمد اتفضل. بقول لك يا ست الكل، اتفضل. ايوه ايه اللي انت جايبه لنا بتاع 6 ابريل ده؟ لا ارجوك ما تتجاوزش. بس هو احنا ناقصين وجع ما قلب؟ تتجاوزش يا فندم. معلش يا فندم. بس بلا 6 ابريل هو ده شكل 6 ابريل؟ يا دول أستاذ، عالم، يا أستاذ، دول يا عالم مرتشيين. بشكر يا حضرتك. أستاذ، في قانون- بشكر حضرتك. في حاج قضاء حسن من في الغربيه، البلد. لو اتفضل. شايفنا مرتشيين روح قدم فينا الحاج بلاغ. حسن من الغربيه. الو ايوه الو حاج لو حسن اتفضل. سمحتي احنا بنتفرج على قناه المحور، قناه المحور قناه محترمه، اتفضل. لو سمحتي بلاش 6 ابريل ده خالص. بشكر عشان حضرتك. خاطر احنا من الغربيه ومن الارياف ودمنا فار من الاخ ده. احنا عارفين ان هم متدربين في امريكا ومتدربين في اسرائيل. يا استاذي ما تتكلمش في كلام مجرد انك بتسمعه تردده وانت ما عندكش دليل عليه. اخر تليفون من بلدياتك برضو، من يوسف من المنوفيه، اتفضل. مساء الخير يا استاذ امان. مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى ضيوف. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا عايز اعرف الاخ بتاع 6 ابريل ده من انهي بلد في المنوفيه؟ من اشمون يا فندم. قطيعه انت واشمون والبلد بحل. ايه بلد وسخ. لا